الشهر اللي فات طراو فيه بزاف ديال الاحداث، كاين منها اللي فرحنا كاملين بحال الاعتراف بالصحراء المغربيه ضمنيا، وفاش دا المنتخب المغربي لاقل من 20 سنه كاس العالم لاول مره، وكانوا حتى احداث اللي ضرونا في الخاطر، ملي شفنا الشارع المغربي كامل كان كيغلي، جيل على قدو خرج كيطالب باسقاط الفساد واسقاط الحكومه، وباغين غير الصحه والتعليم. شويه شفنا الروينه اللي طرات بينهم وبين المخزن، كانت اعتقالات وعنف اللي وصل للقتيله. دابا ولينا كنسمعوا باللي الدقيق المدعم من طرف الدوله كيزيدوا فيه الكارطون والوراق. ماشي انا اللي قلت هاد الهضره، تقالت في البرلمان. وزيد عليها مطيشه اللي كيديروا ليها المبيدات اللي فيها مواد مسرطنه، والفرماج والماء الغير صالح للشرب، وزيد اللائحه طويله. واش ما كاين لا مراقبه ولا محاسبه؟ علاش عمرنا شفنا محاسبه ديال شي مسؤول امام الملأ بحال البلدان المتقدمه؟ شنو زعما كلهم دايرين خدمتهم وحنا اللي كنظلموهم ولا كيفاش؟ مرحبا بكم في الحلقه الاولى من الموسم الثاني من برنامج اصداء التاريخ مع فاطمه زهره الصنباطي. خليكم معايا نقول لكم اش كاين. بسم الله على بركه الله. بصفه عامه الفساد كيزيد في المجتمعات اللي فيها الفقر والبطاله والقوانين الضعيفه اللي فيها ثغرات اللي كيستغلوها المسؤولين للمصالح ديالهم الشخصيه. ما كاين غير عمر الشكاره وزيده ودي ما كاين اللي غيدوي معاك. وفي المغرب كنلقاو عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين اللي عندهم شركات خاصه، وكاين اللي كياخذ كاع الصفقات العموميه للصالح ديالو، الشيء اللي كيتعارض مع الفصل 36 من دستور 2011. يعني القانون كيمنع هذا الشيء، ولكن حيت ما كاينه لا مراقبه ولا مساءله بنادم داير ما بغى. وواخا شفنا الحكومه تعهدت انها غادي تخصص 15 مليار دولار لقطاع التعليم والصحه، فلوس كثيره، ولكن واش غادي يكون التغيير؟ هنا بيت القصيد. شوفوا راه كاينين بزاف ديال الحلول، ولكن هذا الحل اللي غادي نقول لكم عليه دابا الا مشى حتى الدار بالشروط كامله غادي نمشيو بعيد. القضيه ما سهلاش بمره، صعيبه بزاف، ولكن حتى شي حاجه ما مستحيله. بلا ما نطول عليكم، اول واهم حاجه خصها تصلح عندنا في البلاد هي القضاء. علاش؟ حيت هو الساس ديال اي دوله، هو اللي غادي يضمن تطبيق القوانين ومحاسبه اي مسؤول فاسد كيف ما بغى يكون المنصب ديالو، واخا يكون رئيس الحكومه. وكي غادي نديروا ليها؟ القضاة بعدا خاصهم يكونوا مستقلين بشكل تام على الحكومه، هكذا غادي يبقاو محايدين، والملف اللي تحط قدامهم كيف ما بغى يكون مولاه غادي يطبق عليه القانون. واخا في دستور 2011 حيدوا وزير العدل من عضويه المجلس الاعلى للقضاء، ما بقى عنده الحق لا في التعيينات ولا في العقوبات. مزيان، ولكن اللي ما فراسش بزاف ديال الناس ان وزير العدل لحد الان كيتحكم في ميزانيه ديالهم ليومنا هذا، وهذا الشيء كافي باش يضغطوا عليهم في القضايا الحساسه. المهم راكم فهمتوا. ايوا واش المعمول؟ خاص العقليه تبدل وكل واحد فينا يحس بالمسؤوليه، وبعد القوانين خاصها تقاد وماذا بينا تكون مكتوبه بصيغه مفهومه وواضحه ما فيهاش ثغرات. وتبارك الله راه عندنا كفاءات من ولاد الشعب يعطيوهم فرصه باش حتى هما يخدموا البلاد، ولا بد خاصها تكون عندنا قوانين اللي تحمي القضاة من الانتقام والضغط، ويزيدوهم الصالير، وتكون عندهم تحفيزات حتى هما، واللي تبت عليه الفساد ديك الساعات غادي يودي. وتيقوني لو قلت لكم القضاء هو الميزان ديال البلاد، هو اللي غادي يضمن العداله بين كاع القطاعات، وإلا تصلح هو كل شيء غادي يتصلح من موراه، حيت هو السلطه الوحيده اللي كتحمي كاع السلطات وحتى الافراد اللي هما المواطنين. ونتمنى تكون الفكره وصلت. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تبارطاجيوه لتعم الفائده. نشوفكم في الحلقه الجايه ان شاء الله. السلام عليكم. شكرا على المتابعة. إذا كنت أول مرة كتشوف القناة ما تنساش تشترك وتفعل الجرس باش يوصلك كل جديد. ما تفوتش الفيديوهات المقترحة على الشاشة واللي كتهضر على مواضيع تاريخية بطريقة جديدة. شكرا على وقتك.